ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هعمل معاكم ميك اب توتوريال ب 30 جنيه بس. انا كنت حاطه تصويت على اليوتيوب وسالتكم اذا كنتوا انتوا محتاجين الميك اب بتاع البشره التعبانه ولا ميك اب لوك ب 30 جنيه بس، فنصكم اختار كده ونصكم اختار كده، فقلت عشان ما ازعلكوش لازم اعمل الاتنين. فالنهارده هعمل الميك اب لوك اللي انتوا شايفينه قدامكم البني ده ب 30 جنيه بس او ب 35 جنيه عشان نكون دقيقين، من باليت الحواجب دي بتاعه ان انا مستخدمه فيها الثلاث درجات. النهارده تقدري تطلعي من باليت الحواجب دي اكتر من 5 او 6 لوكات مختلفين. انا النهارده عملت لكم منها لوك، لو عايزين تشوفوا لوكات تاني منها يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وانا ممكن اعمل لكم كذا طريقه اي شادو من الباليت دي. الباليت دي رقم 2، وفي باليت رقم 1 منها، وفي باليت رقم 3 منها. رقم 3 للشعر الاشقر اللي هي البنيات الفاتحه خالص، ورقم 1 للرمادي، ودي انا شايفاها انسب درجه لمعظم الناس فيها الثلاث درجات اللي قلت لكم عليهم دول. في كذا بنوته سالتني قالوا لي ينفع الالوان دي تستخدم كاي شادو؟ الالوان دي ما ينفعش اصلا تستخدم اكتر من ان هي اي شادو. ثانيه اعمل لكم سواتش من الثلاث درجات دول. الثلاث درجات من لمسه بسيطه جدا جدا. شايفين دي الدرجات بتاعتهم؟ لو انتي بنت مثلا رايحه الجامعه او بتروحي الجامعه ومحتاجه باليت تكون تناسب الجامعه اللي هي الوان البنيات او الالوان الترابيه دي، الالوان دي هتنفعك جدا. الباليت دي كان سعرها 35 جنيه، وده شكلها الكفر بتاعها لونه جراي كده. ما طولش المقدمه اكتر من كده واوجع دماغكم اكتر من كده. لو عايزين تعرفوا الميك اب لوك ده اتعمل ازاي تابعوا الفيديو للاخر. حاجة انا حاطة الرموش كنت من الاول، تمام. هبتدي بقى هاخد الباليت اهي، ده شكل الباليت. هاخد اول درجة دي هحطها فوق عند الكسرة بتاعت العين اللي هي الحتة دي، تمام. وهبتدي ازود زي ما انا عايزة لحد ما اوصل للون كسرة العينين اللي انا عايزاه بالطريقة دي اهي. بصوا الالوان بتندمج بمنتهى السهولة. وبعدين هقوم جايبه نفس اللون وهدخله جوه او هحطه من جوه اهو كده، وهحط نفس اللون برضو من جوه من هنا كده. ابتدي ادمج الاطراف بتاعه الاي شادو كويس قوي بالراحه خالص خالص خالص، ويعني زي ما بيقولوا على خفة ايدك اهي. وما تقلقيش خالص لو طلعتي برا حدود مثلا عينيكي، يعني مثلا الحتة دي كلها كده هتتنضف، وهوريكم دلوقتي هتتنضف ازاي، تمام. وهبتدي اعمل كده وهتقل كده على الاي شادو، وهبتدي ادمج. وبعد كده هاخد الفرشة الصغيرة خالص اهي اللي هي دي، وهاخد البودر بتاعتي اللي هي اخد درجة البنانة، تمام. وهنضفها او هنفضها كويس عشان انضف حوالين الاي شادو من فوق ومن الجنب، تمام. لان انا عايزه اللوك يكون العيون مدوره او طالعه لفوق، مش عايزه اللوك يكون مسحوب لبره. نفس الباليت وبنفس اللون هقوم مطلعه اللون لفوق شويه بحيث ان هو يديني التدويرة بتاعة العيون اهي بالطريقة دي. بعد كده هجيب اللون الاغمق شوية وهحطه تحت اللون ده عشان يديني غمقان اكتر في قصرة العيون، تمام اهو اللي هو هنا. هقوم برضو عاملة نفس الحكاية هنا، وبظهر الفرشة هقوم مطلعة اللون شوية لفوق. نفضت الفرشة كويس وهبتدي ادمج بقى الاطراف عشان الاطراف تكون نظيفة.
وبعدين هاخد الكونسيلر بتاع الكاموفلاج بتاع كاتريس وهحط كونسيلر كده نقطة بالطريقة دي، وهفتح عيني وابص لفوق عشان اعرف اخر الكات كريس بتاعتي فين اهي، اللي هي ده كده. وبعدين هاخد الهايلايت بتاع ويت ان وايلد ده احطه في النص. اي بقى انت هايلايت عندك مش مهم، المهم ان انت تجيبي هايلايت وخلاص بالشكل ده. وبعدين هتجيبي الفرشة الرفيعة خالص اللي انت استخدمتيها وهتبتدي تسيحي اطراف الاي شادو مع الهايلايت اللي انت حطيتيه، بحيث ان ما يبقاش شكله محدد او يبقى شكله كأنك حاطه حاجة كده في النص وخلاص. لا، احنا عايزين كل حاجة تكون مدموجة كويس قوي اهو بالشكل ده. وبعد كده هقوم اخده الدرجة بقى الغامقة خالص اللي هي الدرجة دي وهحطها على اطراف الاي شادو اللي انا مستخدماه، بحيث ان هي تديني شوية صغيرين عمق للون بالطبطبة. بلاش تروحي وتيجي مع الالوان الغامقة، لان الالوان الغامقة لما بتروحي وتيجي معاها ممكن ان انتي ما تعرفيش تدمجيها. بس كده اهو. وبعدين ننضف بقى حوالين الاي شادو عشان تكون كل حاجة مدموجة ونضيفة كويس. هاخد الباودر بتاعتي والفرشة اللي انا كنت بستخدماها وهبتدي انضف حروف الاي شادو بالطريقة دي. وهاخد نفس الدرجة اللي هي بتاعة ويت ان وايلد هحطها على مدمع العيون. خد نفس الفرشة الصغيرة وهحط بقى كل الدرجات اللي انا استعملتها كده مما يكون على خط الرموش، وهفضل برضو بص زي ما انتوا شايفين كده. مش هعمل اي حاجة تاني، هفضل بقى ادمج 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 لحد ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه. انا عن نفسي هو ده الشكل اللي راضيني او حاساه يعني شكله لطيف بالنسبة لي. انتي بقى تقدري تعملي الشكل اللي انتي عايزاه. هكمل العين التانية وارجع له. وبعد كده يا بنات حطيت الروج ده من سيفورا، ده شكله الدرجة بتاعته درجة رقم 1، وده شكل الميك اب لوك النهائي. دي حاطه الفاونديشن وحاطه البلاشر وحاطه كل حاجه، ما حطيتش بس غير الروج والاي شادو عشان تبقوا عارفين بالظبط. وبالنسبه للميك اب النهارده انا الفاونديشن النهارده حاطه الفاونديشن بتاع ميلاني، الدرجه بتاعتي درجه 06، ومستخدمه لتحت العين درجه 01 برضو من نفس الفاونديشن ككونسيلر، ومستخدمه البرونزر ده من كاتريس، ومستخدمه الهايلايت ده من ويت ان وايلد، ومستخدمه ايه في حاجه تاني مستخدماها ومستخدمه الباليت دي طبعا للحواجب وللعيون، ومستخدمه الماسكارا دي كماسكارا يعني. بس كده ده الميك اب لوك النهائي. اتمنى ان الميك اب لوك يكون عجبكم، واتمنى ان الفكره تكون عجبتكم. ويا ريت كل اللي تطبقها تكتب لي تحت في الكومنتات عرفت تطبقها ولا لا. ولو عايزين فيديوهات تاني لنفس الباليت دي اعمل لكم منها لوكات مختلفه تقدري تطلعي منها 5 أو 6 لوكات كمان لو انت حابه او لو انت عايزه، اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا ممكن اعمل لكم حاجات تاني. ولو الميك اب لوك عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب